ازيكم يا شباب عاملين ايه وبتكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا فيديو جديد ومش هنتكلم عليه عن الموبايلات، بما ان سوق الموبايلات دلوقتي مريح شويه. فالنهارده انا حابب استغل الموضوع ونتكلم شويه عن امكانيات الكمبيوتر. لو انت عايز تجمع كمبيوتر فانت دلوقتي بيبقى عندك حاجات كتير جدا لازم تعرفها عن الكمبيوتر. ممكن يكون الموضوع بديهي ولكن انا شايف ان الموضوع ما حدش قدر يلمه بشكل كافي جدا في اليوتيوب. فالنهارده انا جاي عشان اعرفك ايه هي اصدارات المعالجات وايه هي الانواع والاجيال والرموز والارقام اللي بتبقى موجوده في كل معالج، وده انا هحاول ابسطه لك بشكل كبير. بس النهارده انا هحاول انا افهمك ابسط حاجه في حوار المعالجات، وهي من شركه انتل. انت دلوقتي عندك معالجين ومن شركتين مختلفين، اي ام دي وانتل. وانا النهارده هختار الاول انتل عشان هي بتبقى اسهل بكتير شويه من اي ام دي. مش عايز برضه اصعب لك الموضوع على اي ام دي، فاي ام دي هيبقى في فيديو جاي، لكن انتل هو ده الفيديو اللي معانا النهارده علشان ابسط لك الموضوع هيكون معاك سهل. وعلى فكره معظم الحاجات برضه اللي انا بقولها في انتل هي نفس اللي موجوده في ام دي، نفس الكونسبت يعتبر بالظبط، ما فيش حاجه اتغيرت فيه، ولكن هتبقى بس حبه ارقام هي اللي هتبقى مختلفه شويه، ولكن غير كده الاثنين هيبقوا زي بعض. فتعال الاول نبدا من الاول النهارده من انتل، وهيعرفك فيها كل حاجه، الارقام والرموز وكل حاجه فيها. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وعلى زر الجرس عشان كده فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه لازم تعرفها في انتل اللي انت عندك ارقام بالتصاعدي، يعني انت مثلا من اول واحد ده الاقل لغايه 10 ده الاحلى. هو ده انتل بمنتهى البساطه. الارقام من كل ما تكون قليله ده الاقل، ولما تلاقي رقم حلو او عالي هو ده احسن من القليل. بس ده انتل يعتبر. طيب تعالى بقى نتكلم عن الاصدارات. انتل منزله كام اصدار للمعالج؟ منزله 4 اصدارات: اي 3، الاي 5، الاي 7 والاي 9. وده لغايه تاريخ تسجيل الفيديو، ممكن بعد كده ينزل اكتر من الاي 9 اكيد قدام. لغايه دلوقتي هم 4 اصدارات، والاربع اصدارات دول في منهم اكتر من جيل، منهم اكتر من رمز واكتر من رمز. الحروف برضو بتفرق كده. فمثلا انت عندك كور اي 6 عندك لغايه الجيل ال 14، كور اي 5 لغايه الجيل ال 14، كور اي 7 لغايه الجيل ال 14، وبرضو كور اي 9 لغايه الجيل ال 13 او ال 14. كل واحد فيهم بيجي لغايه ال 14 جيل، وطبعا الجيل كل ما بيزيد رقمه كل ما يكون افضل من الجيل اللي قبليه. يعني كور اي 3 جيل خامس، كور اي 3 جيل سادس احسن من كور اي 3 جيل خامس. وصلت الفكره؟ طب الجيل ده يا عمر نعرفه ازاي؟ هتلاقي مثلا مكتوب عندك كور اي 3، الرقم اللي جنب الكور اي 3 هو ده الجيل بتاع المعالج. طب الجيل ده بيفرق في ايه او ايه المفيد بتاعه؟ يعني انا عرفت ان الرقم الاعلى هو الافضل، بس بيفيد في تقليل درجه الحراره في المعالج. يعني انت مثلا لو معاك كور اي 5 جيل ثالث هتلاقيه مثلا بيسخن اكتر من الكور اي 5 جيل سادس. فده من الحاجات المهمه ان هو بيوفر جامد قوي في الطاقه، سحب الطاقه واستهلاك الطاقه اللي بيعملها المعالج بتبقى افضل. بيبقى فيه كمان تحديثات، هو بيبقى عامل بالظبط زي تحديث للسوفت وير، محطوط حاجات عشان يصلح الاخطاء بتاعه المعالج اللي قبليه او الجيل اللي قبله، وبيبقى اسرع بكتير كمان في المعالج والبروسيسنج والحاجات دي كلها. فده باختصار الجيل الزياده ده بيحدث في الانويه والترددات والبروسيسنج بتاع المعالج اللي موجود في الجيل اللي قبله. ده بمنتهى البساطه وبيبقى افضل طبعا بكتير. فعشان كده انا بنصحك لو انت اول حاجه عايز تجيبها في المعالج تجيب معالج مثلا من الكور اي 5، اقل حاجه تجيبها من اول الجيل السادس. سيبك بقى من الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، الحاجات دي ما تجيبهاش. تجيب من اول الجيل السادس عشان تلاقي ان في فرق ملحوظ. وعامه في كل المعالجات سيبك من كور اي 3 ده برضه ليه قصه تانيه عشان هو اقدم واحد، فما تجيبش منه حتى من الجيل السادس. لو انت عايز تجيب حاجه من كور اي 3 جيب من بدايه الجيل ال 11، ده افضل حاجه. لكن في معظم بقى المعالجات التانيه من فوق الجيل السادس يبقى افضل بكتير. اعتقد الموضوع سهل. ده اول رقم وده اول اصدار. ايه بقى الرقم اللي جنب الاصدار ده والجيل؟ يعني انت دلوقتي عندك كور اي 5 جيل عاشر مثلا، في رقم 700، في رقم 800، في رقم 900. ده برضو بيبقى تحديث برضو للجيل، بس برضو ده مش مهم قوي. بس انت لو لقيت مثلا كور اي 9 11 900 كي، هتلاقي مثلا في برضو كور اي 9 11 700 كي، فال 900 افضل شويه. بيبقى برضو ترددات وحاجات مش مهمه قوي ان انت تعرفها لان هي ملهاش لازمه قوي، بس الاهم من الرقم ده هو الرقم بتاع الجيل ده الاهم بكتير، وده اللي هيفرق معاك. لان برضه هقول لك على حاجه بس قدام شويه لما تفهم كمان حوار الرموز عشان ما لخبطكش، هقول لك في اخر الفيديو. دلوقتي برضه تعالى نتكلم عن الرموز. اعتقد دلوقتي انت فهمت مثلا ان ديك انت عرفت ان كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9 عندك 4 اصدارات. طيب وكل اصدار فيه عنده 14 جيل. الجيل ال 14 افضل جيل في كل الناس دي. يعني انت لو جبت حاجه من الجيل ال 14 المعالج هيبقى كويس معاك. وطبعا برضه بيبقى على حسب الاصدار. في برضه حاجه تانيه بتاثر على الموضوع والناس مش بتاخد بالها منها، لما مثلا ممكن تروح تجيب لها كور اي 5 جيل 13 والمفروض ان هي فاكره بقى اللي موجود في اليوتيوب وان هو هيشغل كل حاجه بسرعه الصاروخ، وفي الاخر يلاقي ان هو سحب الطاقه بتاعه ضعيف، فتلاقي ان هو مش بيقدم اقصى حاجه عنده وما تفهمش. وكل ده عشان انت نسيت ان في رمز او في حرف في الاخر لازم تركز عليه قوي، لان الحرف ده كمان بيفرق. هل الحرف ده اصلا هو موفر في البطاريه ولا هو اصلا الحاجه الهاي اند او الحاجه اللي سوفت هارد، الحاجات الجامده ولا الحاجات البسيطه؟ الحرف ده بيفرق كتير جدا، فلازم برضو تاخد بالك من الحرف.
والنهارده أنا هاقول لك الحروف كلها بالترتيب عشان تعرف إيه هو الصح وإيه هو الغلط بالنسبة لك أنت الحاجات اللي أنت هتستخدمها. أول حاجة لو أنت لقيت حرف الF موجود معاك في المعالج في أي معالج منهم سواء الCore i3 أو ال5 أو ال7 أو ال9 كلهم نفس الرقم. لو أنت مثلًا لقيت حرف الF ده بيرمز لإيه؟ حرف الF ده بيرمز إن الكارت ده ما فيهوش كارت شاشة داخلي، المعالج ده ما فيهوش كارت شاشة داخلي، وهو شغال كويس جدًا وبيبقى القوة بتاعته جميلة، يعني بيبقى high عادي جدًا high performance بيدّيك أفضل أداء، بس حرف الF ده بيقول لك إن هو ما فيهوش كارت شاشة داخلي. ولو أنت عايز معالج لكسر السرعة فحرف الK هو اللي بيرمز لكسر السرعة، وهي باينة أوي K جاية من كاف برضه الاتنين نفس الكاف، فاهم قصدي؟ كده يعني أنا حسيتها كده، فهي جاية من كسر السرعة. طيب دلوقتي مثلًا برضه ممكن تلاقي مثلًا معالج Core i9 11900 KF تلاقي مثلًا حرفين الK كسر السرعة والF ما فيهوش كارت شاشة، يبقى المعالج ده قابل لكسر السرعة وما فيهوش كارت شاشة، بالضبط كده، هي بمنتهى البساطة. طب أنا ممكن برضه ألاقي حرف الT ده بيبقى إيه؟ هو ده بقى ساعتها بيبقى الموفّر في البطارية، المعالج ده بيبقى مش أقوى حاجة، يعني ده مش المعالج اللي هو السوبر بتاع الCore i9 ده بيبقى موجود علشان لللابات مثلًا اللي هي الأعمال المكتبية، الحاجات البسيطة، فأنت محتاج معالج بس الطاقة بتاعته تكون بسيطة، يعني هو مش محتاج لحاجات الgaming والحاجات الmontage والحاجات دي، سيبك من حوار الT ده خالص، انسى، وطبعًا بيبقى أرخص من المعالجات اللي هي بتبقى بالF أو بالK. طيب أنا لقيت يا عمر مثلًا Core i9 11900 ومن غير أي حاجة أصلًا من غير رمز، ده معناته إن هو قابل لكسر السرعة وفيه كارت شاشة داخلي لو أنت ما لقيتش فيه أي حاجة، وفي برضه حرف الX والS ودول أصلًا حاجات السوبر بقى، دول حاجات بيبقى فيهم مميزات كبيرة أوي عن المعالج وبتبقى حاجات جامدة جدًا، وبتبقى حاجة high end يعني بتبقى كمان سعرها غالي جدًا، ودي بالنسبة للرموز بتاعة Intel اللي موجودة في المعالج، أنت كده تفهمها الX ده بيبقى حاجة قوية جدًا والS برضه حاجة قوية، يعني ممكن مثلًا تقول الX اللي هي حاجة جامدة أوي والS اللي هي مثلًا السوبر باور مثلًا، يعني مثلًا حاول أنت تفهمها كده، بس أنت أفضل حاجة بالنسبة لك الK والF لو أنت عايز تجيب حاجة من المعالج القوي، سيبك بقى من حوار الT دي خالص، هي الموضوع سهل في Intel مش محتاج منك تعقيدات. تعالَ بقى نتكلم برضه عن النقطة التانية عشان أنت برضه تبقى واخد بالك، أنا دلوقتي مثلًا لقيت يا عمر Core i3 جيل 14 بس أنا رُحت جبت Core i5 جيل سادس، آجي أقول لك لأ، هي مش بالمبدأ ده، ده بيبقى عامل بالضبط زي i3 لو أنت جيت بصيت عليه وعملت عليه مقارنة قدام الCore i5 جيل سادس، هتلاقي إن الCore i3 بيتفوق على حبة حاجات كتير جدًا في الMulti Play والMulti Task والحاجات بتاعة كمان الFrame والألعاب اللي بيبقى فيها shooter وأونلاين، هتلاقي إن هو بيتفوق بشكل كبير على حاجات كتير جدًا من المعالج الCore i5، فدي من الحاجات المهمة اللي أنت لازم تاخد بالك منها، إن أنت مثلًا مش عشان أنت جبت جيل حاجة عالية أوي فده معناته إن أنت ما تجيبش، ولكن برضه أنا أنصحك إن أنت لو عايز تجيب حاجة جامدة تجيب من أول الCore i5 ده يبقى كويس جدًا بالنسبة لك، ومن أول الجيل السادس، ولو أنت معاكش budget فلو أنت ممكن ترجع لورا تجيب من أول الCore i3 جيل 11 هيسد معاك بشكل كبير جدًا، بس طبعًا في القدام هتبقى محتاج تطوّر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم فيديوهاتنا كل أول بأول، واستنوني في الفيديو الجديد بتاع AMD إن شاء الله. في أمان الله.